يعني رجل يرغب في مداخلة في هذا الأمر. أهلا بك سيادة النائب. مساء الخير أستاذ خالد. أهلا وسهلا. مساء الخير لكل السادة المشاهدين. أهلا، اتفضل يا فندم. والله أنا يعني في عجالة يعني حتى لا أطيل على المستمعين، يعني النتائج الصفرية التي أدت سياسات الحكومة إلى الوصول إليها يعني نتائج واضحة لكل ذي بصر أو بصيرة. نتائج صفرية؟ نتائج صفرية. حضرتك لما تتكلم بالأرقام، أولا أنا أشرف من أنني ممن رفضوا بيان الحكومة ورفضوا الموازنة التي تقدمت بها هذه الحكومة، لأننا من اللحظة الأولى أدركنا أن هذه الحكومة عاجزة عن تقديم أي حلول بديلة للوضع الاقتصادي المتردي اللي احنا نقدر نشرح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي. هذه الحكومة ليست حكومة تسيير أعمال، إنما هي حكومة مكلفة. نعم. ومن ثم هي مسؤولة عن النتائج التي يصل إليها الوضع الاقتصادي الراهن. نعم. بوضوح كده لما تشوف حجم التضخم اللي موجود، حجم البطالة اللي موجود، حجم التردي في تقديم الخدمات، حجم التوقف للمصانع التي لا تزال تخرج عن نطاق الخدمة حتى هذه اللحظة. الانحيازات الواضحة للحكومة إيه هي؟ انحيازات ضد مصالح الناس. طب انت ما توافقش يا سيادة النائب على اللي بيقوله النائب محمد ابو حامد ان احنا في ظروف استثنائية